لسه كمان في البقدونس في فيتامين سي. الناس كلها عارفه فيتامين سي موجود في الليمون والبرتقال، بس تخيلي بقى حضرتك ان فيتامين سي اللي في البقدونس 3 اضعاف اللي موجود في الليمون. يبقى الليمون، عصير الليمون 100 جرام هيديكي 40 بس مللي جرام فيتامين سي، انت محتاجه 58 60 محتاجه 60. ال 100 جرام بقدونس هيديكي 133. الله. هيفيدني في ايه؟ هيفيدني اذا جاني برد، هيفيدني يرفع المناعه، هيفيدني يخلي الكولاجين اللي هو الغره اللازقه اللي تلزق الخليه في الخليه وتخلي النسيج متماسك. الكولاجين ده هيبقى متوفر عندي ويبقى ممتاز، فهيخلي ده في البقدونس. في البقدونس، مش في الكزبره مثلا يعني. كزبره خضراء بس بعديه، بس نمره واحد بقدونس. فيبقى وجود ده هيخلي عندك كولاجين طبيعي. يبقى اللي مش عايزه تكرمش، الجوز بيدخن قدامها عايز بقى 200 جرام فيتامين سي. الناس اللي هي عندها ارق، الناس اللي ما بتاخدش سلطات. عندها ايه؟ ارق اللي ما بياخدش سلطه يقول لك فين وفين بياخد الليمون. يبقى انت محتاج فيتامين سي يوميا، لانه بيفسد بالتدخين وبالغليان وبالتجميد والبسطره. يعني حتى اي حاجه مبسطره في السوق ما فيهاش فيتامين سي، محتاج كل يوم، ما اقدرش اخزنه، كل يوم هتاخد فيتامين سي. ومحتاجه كمان عشان ايه اللي ما اقدرش اخزنه؟ فيتامين سي. تمام. محتاج كمان فيتامين سي كمان عشان انا بتعرض لملوثات. وكمان النقرس بيجي في العيد اكتر، بياكل لحمه كتير وبياخدوا قهوه كتير وكلام من ده كتير وبقول كتير. فالنقرس ده من ضمن الحاجات الحديثه اللي بنقولها وجود فيتامين سي بكميات كبيره يمنع ويقي من النقرس.